اهلا بيكم فيديو جديد. انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري بشتغل في المانيا بقالي حوالي 5 سنين، والنهارده عايز اخدك معايا في يوم عمل كامل في حياتي. انا متحمس جدا للفيديو ده، انا اول مره اعمل حاجه زي دي على اليوتيوب، واحاول على قد ما اقدر اشرح كل التفاصيل اللي بمر بيها في يوم شغل عادي في حياتي. يمكن ده تكون حاجه مفيده ليك او ليكي لو انت بتفكر برضو تسافر. النهارده انا صحيت الساعه 7 الصبح، مش كل يوم بصحى بدري، بس النهارده عندي شغل وكان ورايا كام حاجه في الجامعه كنت عايز اخلصها، فكنت عايز اصحى بدري عن كده علشان اشتغل عليها شويه قبل ما اروح الشغل. عملت كوبايه قهوه وقعدت اشتغل على المشروع بتاعي في الجامعه. انا بدرس ماجستير، واليومين دول احنا شغالين في مشروع كجزء من ماده في الماجستير، انا وطلبه زمايلي. جزئي في الشغل في المشروع ده ان انا اعمل الموقع او الويب سايت اللي هنعرض عليه النتائج بتاع الشغل بتاعنا، زمايلي التانيين اللي بيشتغلوا عليه. بعدها قمت عملت فطار، ده شوفان بالفواكه. انا باكل الفطار ده تقريبا كل يوم الا لو هفطر بره مثلا او كده. بعدها قعدت شويه اتفرج على مسلسل دكتور هاوس، مسلسل قديم الناس كلها اتفرجت عليه تقريبا، انا لسه بادئ اتفرج عليه من اسبوعين. المهم الساعه بقت 8 ونص تقريبا، قمت خدت دش ولبست ونزلت الشغل. صباح الخير. النهارده هاخدكم معايا يوم كامل هبقى بشتغل فيه في الصيدليه، يوم شغل عادي عندي. الساعه دلوقتي تقريبا 9 الا ربع وانا في الطريق للشغل. انا بروح الشغل بالقطر علشان انا ساكن في مدينه صغيره جنب المدينه اللي الشغل فيها. باخد حوالي نص ساعه او 40 دقيقه لحد ما اوصل الشغل بس. فانا دلوقتي هروح اركب القطر ونشوف اليوم هيمشي ازاي. انا خدت حاجه الجيم معايا علشان انا عايز اروح الجيم بعد الشغل على طول، يعني مش هروح البيت. والمفروض ان دلوقتي ابدا الساعه 10 الصبح واخلص الساعه 8 بالليل. الصيدليه بتفتح من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 8 بالليل، وانا الشيفت بتاعي من الساعه 10 لحد الساعه 8، وهيبقى شغال معايا النهارده ناس كتير. في 2 صيادله تانيين هيبقوا شغالين معايا لحد الاخر، معناه ان انا اللي هقفل الصيدليه، يعني انا والاثنين التانيين دول. حاجه كمان، انا مش تقريبا مش او انا مش مسموح لي قوي ان انا يعني اصور حاجات كتير جوه مكان الشغل اللي هو جوه الصيدليه، ودي حاجه يعني حابب اوريها لكم. بس هحاول قدر الامكان، يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور حاجات من اللي انا بعملها، المهام اللي انا بعملها كل يوم عشان انت تشوفها معايا. بس غير كده يعني هبقى بحكي بالظبط يعني إيه اللي بيحصل، ونشوف اليوم هيمشي ازاي. القطر النهارده ما كانش زحمه لحسن الحظ، حاجه نادره لما بتحصل، بس تقريبا النهارده عشان احنا في اخر الاسبوع. المهم قعدت اشتغل شويه على الكمبيوتر في السكه. برضو انا بعرف اشتغل في القطر لو الدنيا فاضيه، لو الدنيا زحمه لو لقيت كرسي يعني بيبقى من حظي. لقيت في حد معايا في الجروب باعت لي ان في حاجات غلط انا عملتها في الموقع امبارح، فانا دخلت اشوف ايه اللي حصل عشان اصلحه. بعدها وصلت في ميعادي، لسه لي ربع ساعه على الشيفت بتاعي ما يبدا. انا قبل ما ابدا يوم العمل غالبا ببقى عارف ايه اللي ورايا النهارده، وده بيعتمد يعني على مين شغالين معايا. لو في صيادله تانيين شغالين معايا، لو احنا كتير مثلا 3 او 4 في اليوم، فغالبا كل واحد فينا بيشوف ايه اللي وراه يخلصه في الباك اوفيس او الحاجات اللي هي يعني مش فيها تعامل مع الزباين ومرضى وصرف ادويه وكده. لو احنا قليلين فاليوم كله غالبا هبقى بشتغل ببيع للزباين. شغل الباك اوفيس ده يعني اعمال ورقيه، وصفات كنا مستنيينها مثلا من عياده، حاجات مستنيينها من التامين الصحي، موافقات كنا باعتينها ومستنيين رد عليها، حاجات زي كده، او اي حاجه من دول ليها ميعاد والمفروض تخلص فيه، ليها ديدلاين يعني. والمفروض مثلا احنا اخر الشهر وبنبعت مثلا اخر الشهر مثلا كل الوصفات، فخلاص يعني لازم كل حاجه تتستف وتتراجع علشان مثلا بكره او اليوم اللي بعده الحاجه دي هتتاخد، فلازم تبقى جاهزه. النهارده بعد ما وصلت عملت قهوه تاني علشان انا بشرب قهوه كتير. حطيت الغداء بتاعي في الثلاجه وتوكلت على الله عشان ابدا اليوم الشغل بتاعي. قعدت احكي مع واحده زميلتي فطلعت لي شويه وصفات كنت عاملها غلط الاسبوع اللي فات، فقعدت تقريبا ساعتين او 3 على المكتب بخلص روشتات المفروض تخلص يعني بتتراجع، زائد شويه غلطات كنت انا عاملهم الاسبوع اللي فات، او مش انا بس يعني الناس اللي كانت شغاله معايا يومها برضو ده مسؤوليتي. كان في مشكله بروشته غاليه جدا تقريبا ب 15000 يورو اتصرفت غلط، وبعدها كلمنا العياده عشان يطلعوا واحده جديده علشان ناخد فلوسنا من التامين الصحي، الفلوس ما تروحش علينا مثلا او يحصل فيه مشكله. والعياده ما ردتش علينا بقى كتير، فانا كنت بكلمهم علشان مسؤوليه فلوس كتير وكده. بعدها الموظفه بتاعت السوشيال ميديا في الصيدليه كانت عايزه صور وفيديوهات علشان تنزلها على انستجرام بتاع الصيدليه، وبعدين معظم الناس اللي بيشتغلوا معانا بيقعدوا يتهربوا منها، محدش بيحب يطلع على النت. انا ما عنديش مشكله، فانا صورت لها شويه صور وفيديوهات وادتني ايس كريم هديه. على الساعه 1 تقريبا خدت بريك الغداء، سخنت مكرونه بالفراخ اللي انا كنت جايبها من البيت واتغديت. بعدها ريحت شويه لحد ما رجعت شغل تاني. يوم العمل بيبقى دايما فيه ساعه استراحه، يا اما بتاخدها على بعضها ساعه كامله، او بقسم نص ساعه ونص ساعه، يعني نص ساعه الصبح مثلا ونص ساعه اخر النهار، بحيث تاخد بريك في النص، يعني نصين في اليوم لو انت شغال اليوم كله واقف على رجلك. لو انت بتشتغل يوم السبت المدير بتاعي بيدينا الساعه الاستراحه دي ساعه عمل، يعني ان انا اخد ساعه استراحه في اليوم، بس انا اتحسب ان انا اشتغلت ساعه عمل زياده. فلو انا بشتغل مثلا 10 ساعات وبينهم ساعه بريك، العادي ان دول بيتحسبوا 9 ساعات عمل، بس يوم السبت لو انا اشتغلت 10 ساعات وساعه بريك بيتحسبوا لي 11 ساعه. فده يعني كرم منه، مش قانونا ولا حاجه، بس ده يعني كادو منه. بعد الظهر او اخر النهار الزباين بيزيدوا علشان انا بشتغل في محطه القطارات الرئيسيه
الصيدليه في المدينه اللي انا فيها، ففي زباين كتير بيبقوا مروحين من الشغل وعايزين يعدوا يجيبوا حاجه من الصيدليه او يصرفوا روشته. فانا قضيت اخر النهار كله ببيع للزباين وبصرف روشتات عشان احنا ما كناش كتير يومها. الساعه 8 قفلت الصيدليه مع زمايلي ويوم العمل خلص. لسه طالع من الشغل دلوقتي، هروح هاخد القطر تاني واروح. كان يوم طويل، بس انا لسه مبسوط يعني، لسه مش عندي شويه طاقه، وهروح الجيم دلوقتي. بعدها خدت القطر تاني وروحت، وبعدها رحت الجيم، لعبت تمرينة رجلين وشويه ضغط وبطن. بصراحه انا كنت هلكان، ما كنتش عايز اروح الجيم، بس يعني قلت انا اخد معايا الهدوم، ولو كنت روحت ما كنتش اروح الجيم خالص، فاروح الجيم اروح عن نفسي شويه. وانا في الجيم كنت بسمع بودكاست بتاع نوت اوفر ثينكينج، ده بتاع اتنين شباب اسمهم علي وتيمور، الاتنين اخوات عايشين في بريطانيا. البودكاست ده ما فيهوش يعني حاجه مفيده قوي، بس المحادثات ما بينهم ظريفه جدا، انا بحب اسمعهم. بعد روحت اتعشيت وقعدت اعمل اي حاجه غير مفيده انا بحب اعملها بره الشغل. بس اليوم خلص، ده كان يوم عمل كامل في حياتي. انا عارف ان انا ما شاركتش حاجات كتير من الصيدليه نفسها، بس للاسف انا ما بقدرش اصور جوه الصيدليه عشان قوانين حمايه البيانات في المانيا يعني صارمه شويه. لو الفيديو ده عجبك، عندك اي تعليقات او اقتراحات لفيديوهات تانية في نفس الطريقه، ممكن تقول لي في الكومنتات، هتبسط جدا. وما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم فيديو جديد.